القصة ديال اليوم بعيدة كل بعد على القصص اللي قبل. فالشخص اللي معانا اليوم قدر انه يتحدى كاع الصعاب اللي داز منها، وقدر انه يتعايش مع المرض ديالو. فشكون هو غانم المفتاح، وكيفاش قدر انه يخطف الانظار في افتتاح كأس العالم 2022؟ We sent out the call because everyone is welcome. This is an invitation to the whole world. قالوا ما يصير، يعني شو اسوي؟ ما يقدرون يركبون. And remind them that we can all find similarities in one. احمد بطل حاجه. غانم. في سنة 2002 أم حاملة بتوأمين مشات دير الفحص الطبي، فاكتشف الطبيب أن عندها جنين مشوه، فنصحها بإجهاض الجنين. لكن الأم بدون تردد رفضته، مستعدة أنها تحمل كاع الصعاب معاه. 5 ماي 2002 زاد غانم محمد المفتاح للعاصمة القطرية الدوحة بمرض يسمى متلازمة التراجع الذيلي، وهو مرض نادر نتيجة عدم تكون الجزء السفلي من العمود الفقري. فهذا المرض كيتصاب به واحد من بين 25 ألف شخص في العالم. فبدأت رحلة غانم مع العديد من العمليات، وكذلك بسبب المرض بزاف الناس تمنوا ليه الموت، لأنهم كتبان لهم الموت حسن ليه من هذه الإعاقة، ومنهم جداه اللي دابا فخورة به كجدة غانم المفتاح. وبدات معاناة الأم مع غانم المفتاح لأنها ما كانتش عارفة كيفاش غتعامل معه، وكأبسط حاجة كيفاش غتردعو. فالأم قدرت أنها تتعلم وتبحث وتستشار مع الأطباء باش تعلم كيفاش تتعامل معه. فأكيد بسبب الوضع الصحي لغانم تعرض للعديد من السخرية والتنمر، وبخصوص فترة الدخول المدرسي. الحية، السمكة، الضفدع، هذه بس ما كانت حية، هذه ألقاب ينادوني فيها الأطفال لما كنت أحمل لعبها. لكن كل شي هاد الألقاب ما خلاتش غانم يستسلم، فبمساعدة الأم ديالو اللي سانداتو في كل مراحل من حياته، فقدر أنه يتخطى هاد الأزمات، وقدر أنه يتقرب من الناس كتر. ولذلك تم إنشاء جمعية غانم لتوزيع الكراسي المتحركة والأجهزة الطبية على المحتاجين، وتم تعيينه سفير لنوايا الحسنة من قبل مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا. وكذلك تم اختياره من قبل مركز قطر للمال ليكون سفير دعائي لها. وألف غانم العديد من الكتب يحفز فيها الناس على النجاح وتحدي الإعاقة والصعوبات، وأصبحت قصة غانم كتدرس في المناهج الدراسية في قطر. ورغم الإعاقة فرا ما منعتوش أنه يمارس الرياضة اللي كيبغي، فبالعكس كيمارس العديد من الرياضات، ومنها السباحة وكرة السلة والسكيت بورد والتزحلق على الجليد، وكذلك تسلق الجبال. ففي شهر أبريل 2022 أعلنت اللجنة العليا للمنظمة المونديال قطر تعيين غانم كسفير رسميا للبطولة كأس العالم. وفي خلال حفل افتتاح اللي دار يوم الأحد في ملعب البيت، خطف غانم جميع الأنظار والقلوب بمشاركته لمشهد تمثيلي مع الممثل الشهير مورغان. وللمرة الأولى في تاريخ حفلات افتتاح المونديال كيبدأ تلاوة القرآن الكريم من لسان غانم المفتاح. فكل المشاكل والأضرار اللي كطرالك في حياتك فما عندها حتى شي علاقة باش أنك تراجع وتستسلم، فخير دليل القصة ديال اليوم. وهنا غنكون وصلنا لآخر الحلقة. ما تنساش تابونا في القناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. تلقاو في الحلقة الجاية مع قصة نجاح جديدة.